السلام عليكم. الا كتشاهدني اول مره ما تنساش الاشتراك ولايك وشي كومونتير، وما تنساش تدعوا مع خوتنا الفلسطينيين بالفرج. يلا بينا. الفيلم كيبدا بهارلي كوين من بعد ما الجوكر تخلى عليها، كتكون عندها اخر محاوله وكتعيا تعيط له باش تصلح الامور ديالها معاه، ولكن كتفشل. فكتقرر تبدا حياتها من جديد ماشي بحال اللي عرفوها الناس من قبل، وكتمشي للمحل ديال بائع الحيوانات، كتكون باغيه تشري شي قط باش يونسها من بعد ما بقات بوحدها. فكيعجبها الضبع وكتقرر تشريه، وكتمشي لاي بلاصه حيت ما عارفينهاش باللي هي راه تفرقت مع الجوكر، حيت كلشي كيكون كيخاف من الجوكر. وحتى هي كما كنعرفوا كتكون مجرمه وكتضرب واحد الراجل في الديسكوتيك. كيجي عندها مول الديسكوتيك وكيقول لها باللي هو اللي غلط ماشي انتي، وانا جريت عليه وهو عمل هكا حيت خايف من الجوكر. وملي كتكون خارجه من الديسكوتيك كتسمع صحاباتها كيدويو عليها وكيقولوا باللي هي بلا جوكر ما كتسوى والو. فكتعصب هارلي وكتقرر انها تعلن الانفصال ديالها على الجوكر باش يعرفها كلشي باللي هما وياها صافي راه انفصلوا. وكتخرج وكتركب في الكاميو ديال الغاز وكتقرر تدخل في المختبر اللي كانت جمعت فيه هي والجوكر، وكترمي السلسله اللي كان عطاها لها الجوكر وكتخرج من الكاميو وكتخليه يدخل في المختبر وكتشعل العافيه فيه. وهارلي كتفرح وكتحس براسها صافي ولات انسانه جديده. وشويه كتجي المحققه سميتها ريتا من البلاصه اللي شعلت فيها العافيه، وكيجي واحد من البوليس كيعطيها السلسله ديال هارلي. وكتعرف ريتا باللي هارلي تفرقت على الجوكر، وهذا كيعني باللي غادي يوليو الجرائم بزاف في المدينه في الفتره الجايه، وهذا الشيء بسبب اللي دارت هي في الناس ملي كانت مع الجوكر. وكنعرفوا باللي صاحب الديسكو كيكون زعيم عصابات المافيا خاطر بزاف، وكيكون معروف صاحب القناع الاسود. وثاني نهار كتمشي هارلي تشري الساندويش اللي كيعجبها وكتخرج وهي فرحانه بزاف. وفجاه كتجي المحققه ريتا وهي هزه عليها الفردي، وهارلي كتهرب منه وكتدخل للسوق شعبي وكتدي واحد الصك حيت عجبها، وريتا كتجري عليها قبل ما العصابه يشدوها ويقتلوها. وهارلي كتلاقى جميع الناس اللي كانت دارت معاهم المشاكل. وملي كتخرج من السوق كتلقى الراجل اللي هرست له رجلو في الديسكوتيك، وريتا كتزعد عليها وكطيح لها الساندويتش. وهارلي كتعصب وكتولي اللي جا في الطريقه كتضربو وكتهرب. وكتلقى واحد كبير بزاف وكتقول له شكون انت، كيقول لها باللي انا اللي كنتي انت والجوكر كنتو كتلعبوا لي في وجهي. وكيقول لها باللي مادام ما بقيتيش مع الجوكر فهذه احسن فرصه عندي. وهو كيبغي يهجم عليها كيجي فيه واحد السهم من شخص مجهول، وفجاه كيجيو عصابه بهم بزاف وكيهجموا على هارلي. وندوزو نمول القناع الاسود كيكون جالس مع الزعيم المافيا خاطر بزاف وكيعرض عليه واحد الصفقه، ولكن الزعيم المافيا كيرفض يخدم معاه حيت كيكون البوليس مراقبينه من جميع البلايص. ومول القناع الاسود ما كيعجبوش الحال فكيقرر يربط الزعيم والعصابه ديالو. وكنعرفوا باللي الصفقه اللي كانت غادي تطرا بيناتهم هي الالماسه، وكتكون غاليه بزاف. والقناع الاسود ما كيتفاهمش وكيامر الرجال ديالو يتخلصوا من الزعيم المافيا هو وعائلته. وبالليل كتكون كيرين كتغني في الديسكوتيك ديال القناع الاسود، ولكن منين كتخرج كيجيو ليها شي عصابه يتحرشوا بها وكتخرج ليهم وكتصليهم مزيان. ومول القناع الاسود كيشوفها وكيبقى مصدوم فيها وكيقرر يعينها حارسه الشخصيه ديالو، وكيصيفط مع واحد من الرجال ديالو باش يسرقوا الماسه من رجال الزعيم المافيا. وملي كتنفذ كيرين المهمه كيتلقاها واحد على اساس هو مول القناع الاسود، وكتجي بنت صغيره فكتسرق له الالماسه وكتهرب. وكيوقفوها البوليس وكتشوفها كيرين واللي مثل راسو القناع الاسود كيجريو عليها باش يجيبوا الالماسه، ولكن كيكونوا البوليس صافي داوها. وكتكون البنت كتخبي اي حاجه سرقاتها والالماسه كتبلعها باش ما يحصلها حتى شي حد عندها. وملي القناع الاسود كيعرف باللي البنت الصغيره سرقت الالماسه كيتعصب بزاف وكيهرس اي حاجه حداه، ولكن هيكتور كيهدنو وكيوعدو غادي يجيب له الالماسه، وكيقول له باللي عامل له مفاجاه في الطبقه السفليه، وكيقول له يلاه تشوفها. وكنعرفوا باللي المفاجاه هي ان هارلي كوين شادينها. والقناع الاسود كيفرح بزاف حيت اخيرا غادي ينتقم منا ومن داكشي اللي درتو فيه هي والجوكر. فهارلي كتحاول تفك من هذه المصيبه باي طريقه، وكتقول له باللي هي سمعت باللي شي الماسه سرقت له، وكتقول له باللي هي غادي تجيبها له في المقابل يطلق سراحه، وكتقول له باللي هي الوحيده اللي تقدر تجيب له الالماسه. ومول القناع الاسود كيوافق وكيطلب من الرجال ديالو يقلبوا على البنت فين كاين. وكنعرفوا كيرين باللي هي خدامه مع البوليس وكتصل بالمحققه ريتا وكتعاود ليها كلشي، وكتقول لها باللي البنت اللي شديتوها راه عندها الالماسه. ولكن فجاه ريتا كتسمع صوت القرطاس وكتكون هارلي هجمت على البوليس وبقات تضرب في اللي جا حداها. وملي كتدمر كلشي كيعطيوها السوارات ديال الزنزانه اللي فيها البنت، ولكن ما كتعرفش تفتح الزنزانه وكتخدم الجهاز وكيتفتحوا البيبان ديال الزنزانات كاملين وكيخرجوا ليها المسجونين اللي باغيين ينتقموا منها بسبب اللي دارتهم فيهم من قبل. فكتهجم عليهم
وكتبقى تضرب في اللي جا في الطريقه، والبنت كتستغل الفرصه وكتهرب، ولكن كتفاجأ باللي كاين عصابه كتقلب عليها بسبب المكافاه اللي عرض عليهم القناع الاسود. وهارلي كتوصل في الوقت المناسب ليها، والعصابه كيهزوا الاسلحه وكيبداو يتيريو فيهم بجوج. وهارلي كتستخدم اي حاجه جات قدامها حتى كتلقى السلاح المفضل ديالها اللي هو الزرواطه، وكتبدا تصليهم بها وكتكون خفيفه بزاف وكتصفيها ليهم كاملين. وكيجي واحد صحاح والبنت الصغيره كتعطيها البريكه وكتشعللو في لحياته، وكتكون البنت هربت وكتمشي تقلب عليها وكتلقى واحد دايره فوق كتافو وهارب بها، ولكن هارلي كتقتلو بالزربه. وفي ديك اللحظه كتجي ريتا وكتكون هزه السلاح وكتهدد هارلي تبعد على البنت ولا غادي تقتلها. وهارلي كتلوح عليها التليفون وكتضربو برجلها وكيجي في وجه ريتا، وكتفقد ريتا الوعي ديالها. وهارلي كتمشي في الطريقه وكتكون تابعها قاتله ماجوره وكتحاول تقتلهم. وهارلي كتشعل قنبله وكتعطيها البنت ترميها عليها. من بعد البنت كتسولها هادي شكون، كتقول لها هارلي باللي هي اما جايه تنتقم مني يا جايه على ودك، حيت دايرين عليك مكافاه كبيره بزاف. والبنت كتصدم وكتقول لها واش من نيتك غادي يعطيو عليا هذا المبلغ كبير بزاف وانا شوف الشكل ديالي كيفاش داير. وهارلي كتقول لها ماشي على زينك، وكتقول لها طلع بديك المسه اللي سرقتي، وكاين وجهها كيتبدل وكتبقى تنكر اللي ما عندهاش المسه. وهارلي كتقول لها يا تعطيها لي يا نسلمك القناع الاسود، وكتخاف منها وكتقول لها باللي الالماسه بالعاته. وهارلي عندها الحل اي مشكله، كتمشي للسوبر مارشي وكتشري لها اي حاجه اللي غادي تخرج لها هاد المسه. والبنت كتستغرب وكتقول لها شوف الشكل ديالك وشكون غادي يخلص هاد الشيء اللي شريناه كامل، وهي ما عرفاش الحقيقه ديال هارلي. وكتقول لها شوف كيفاش غادي نخلص هاد الشيء، وكتهرب من السوبر مارشي بلا ما تخلص وكتمشي للشقه ديالها. وكيكون واحد اللي كيبغيها كيبنتو وكيطلب منها تطلع للشقه ديالها بالزربه، حيت العصابه كتقلب عليها في كل بلاصه. وملي كيدخلوا للشقه ديالها كتعرف على الضبع ديالها، وكاين كتستغرب وكتاكد باللي هارلي راه حمقى ديال بصح. وكيجلسوا بجوج وكيتفرجوا في التلفازه، وهارلي كتكون فرحانه حيت لقات اللي تونسها، ولكن الفرحه ما كتكملش حيت واحد البنت وصلت ليها وعرفت البلاصه، وكتكون هاد البنت هي اللي تارت فيها بالسهم وجا في ديك العصابي. وكتكون هاد البنت منقبينها بالنشابه. نرجعوا للزمن اللور وكتكون هاد البنت باقا صغيره، وكتكون بنت اخطر زعيم مافيا. وملي كترجع من المدرسه كتشوف عائلتها كلها مجموعين في الدار، ولكن كيكون مهدن من واحد الشخص سميتو ستيفانو، وكيكون هو اللي شاد دليل الجرائم كلها على عائلتها. كيطلب من الرجال ديالو يقتلوا كل شيء، ولكن من الحظ ديالها هي ما جات فيها حتى شي قرطاسه. وكيشوفها واحد من العصابه ديال ستيفن وكيقرر انه يعاونها ويربيها، وكيديها للمدينه الثانيه تعيش مع خاه وباه. وكتكبر البنت وسطهم وكتكون كتفكر غير كيفاش تنتقم من موت عائلتها، وكتولي تدرب على الفنون القتاليه، ومع الوقت ولات مجهده في الفنون القتاليه وتعلمت تتحكم فاش تشري بالموس. وكيجي الوقت ديال ستيفن اللي قتل عائلته وكتقول له انا اللي قتلتي عائلتي. وندوزو هيكتور كيكون مع القناع الاسود وكيقول له باللي هارلي مع البنت وراهم هربوا لنا بجوجهم. فكيتعصب الزعيم بزاف وكيسمع وحده كتضحك حداه على النكته اللي قال ليها الصديق ديالها، فكيسحب له كتضحك عليه وكيمشي عنده وكيقول لها طلع فوق الطابله تشطح. والبنت كتخاف منه ملي كتشوفو حمار فيها، وكتطلع فوق الطبله وكيطلب من الصديق ديالها يقطع لها حوايجها وهي كتشطح. وكيرين كتكون واقفه وشايفه كلشي وكتعصب وكتمشي، ولكن القناع الاسود كيوقفها وكيقول لها انت ما غاديش تخوني بحالهم. فكتخاف كيرين وكتقول له باللي انا ماشي نقلب ليك على هارلي والبنت، ولكن هو كيطلب منا يشطحوا بجوج. في ديك الوقت كتكون هارلي في الشقه ديالها مع البنت، ولكن فجاه كيسمعوا الباب شي حد كيدق فيه، كيسحب لهم باللي البوليس وكتبغي تهرب من السرجم. كتلقى راجل قاتل ماجور وكيفجر الدار، وهارلي كتعصب ملي كتشوف الضبع ديالها مات، وكتستغرب كيفاش عرفوا بلاصتها، وكتعرف باللي الرجل اللي مربيه معاه هو اللي بلغ بيهم، حيت الا ما كانش يدار هكا كان غادي يقتلوه. وكتصدم وكتقرر تلعب مع هاد العصابه، وكتمشي تعيط للقناع الاسود وكتقول له باللي غادي تسلم له البنت الصغيره بشرط يبعد عليها اي واحد كيتبعها. فكيوافق على الصفقه وكيقول لها باللي هاد المدينه كلها ديالي وما كاينش اللي غادي يقيسك ولا يقرب ليك الا طلبت منه انا داك الشيء. من بعد كيقول هيكتور يوجد راسو حيت قريب غادي ترجع له الالماسه ديالو. وكتكون المحققه ريتا طردوها من خدمتها بسبب الفشل ديالها في المهمه اللي كلفوها بها، وكتكون غادي تحرق الدار. وكتجيها رساله من عند كيرين وكتقول لها على صفقه الالماسه، وريتا كتركب على الموطور وكتمشي وراهم. وهيكتور كيعرف باللي كيرين خانتهم وكيطلب منها توقف الطوموبيل بالزربه، وكيمشي يعيط للزعيم ديالو وكيقول له كل شيء وكيقول له واش نقتله. والقناع الاسود كيقول له دير اللي بغيتي وكمل المهمه، انا غادي نجي عندكم. وكتكون هارلي والبنت وصلوا للبلاصه اللي غادي تدار فيها الصفقه، وهارلي كتكون ربطت البنت باش تسلمها للقناع الاسود، ولكن كتسمع الباب كيتخبط. ملي كتفتح كتكون ريتا وكتهجم عليها وكتسولها على بلاصه البنت فين كاين. وهارلي ما كترجعش عليها وكتدابز معاها وكترميها من السرجم. وفي لحظه كتجيها الضربه بالسهم من عند كيرين وكتشلل هارلي وكتدخل للبلاصه اللي فيها البنت باش تاخذ الالماسه، ولكن هيكتور كيدخل
عليهم وكيحط لها الفردي فوق راسها وكيقول لها باللي عارف الخطه ديالك، فكيرين كتبغي تبرأ راسها وكيجي السهم من عند النشابه وكيتخلصوا منه، وكتكون ريتا باقا عايشه وكتهدم بالفردي وكتامر كيرين تجيب البنت صغيره، ولكن كيتفاجئوا ملي كيشوف البنت هزه الفردي وكتهدد فيهم وكتكون مستغربه من هاد الناس كلهم باغيين يقتلوها، وكتقول لهارلي باللي انت اكثر وحده كنتي باغا تقتلني. فهارلي كتقول ليها باللي المدينه كلها كتلاحقك باش يقتلوك، والنشابه كتقول لهم باللي هي جات عا باش تقتل هيكتور حيت هو اخر واحد بقى لها من الناس اللي قتلوا لها عائلتها، وكتكون ماشيه بحالها. وريتا كتقول لها باللي عائلتها كانت كتخدم مع قناع الاسود، وكتقول لها باللي هاد الالماسه هي الحاجه الوحيده باش نقبضوا عليه. وكيرين كتقول لهم باللي القناع الاسود وصل هو والرجال ديالو باش يديو الالماسه، وهارلي كتقول لهم باللي الا بقينا هكا غادي نموتوا، من الاحسن نوليو صحاب ونتحدوا كاملين ونقتلوا القناع الاسود والرجال ديالو. كيوافقوا باش يتحدوا كاملين وكيمشيو يشوفوا الاسلحه وما كيلقاوش الاسلحه، وكيمشيو لواحد البريزه وكيلقاو فيها الاسلحه، فكيضطروا يخدموا ديك الاسلحه ضد الرجال ديال القناع الاسود. والقناع الاسود كيقول للرجال ديالو غادي يخليهم يعيشوا في المدينه كيف بغاو، واللي غادي يجيب لهم الالماسه غادي نجازيه بواحد المبلغ كبير بزاف. وفي ديك الوقت كتكون هارلي واللي معاها وجدوا راسهم وكينزلوا يتقاتلوا مع العصابه، وكنشوفوا كل واحد والمهاره ديالو وكيبقاو يتقاتلوا معاهم حتى كيقتلوهم كاملين. وملي كيكونوا خارجين القناع الاسود كيضرب ريتا بالفردي نكرشه وكتشبك قرطاس وكيديو البنت، وهارلي كتحاول تعاون ريتا وكتعرف باللي هي اصلا دايره الواقي ديال القرطاس، وكيبقاو يتيروا في بعضياتهم. وديك الساعه كيرين كتعصب وكتخرج وكتطلق واحد الصوت قوي وكيطيروا كاملين وكتفقد الوعي ديالها. وهارلي كتلبس جيسكي في رجلها وكتبعهم، وفجاه كتجي الطوموبيل وكتضربها، وكتكون ريتا بالموتور وراها وكتشعبط فيها وكتوصل من الطوموبيل الاولى وكتطلع عندهم وكتبقى تضرب فيهم، وريتا كتديها من الطوموبيل الثانيه اللي فيها البنت الصغيره. وريتا كتطيح بالموتور وهارلي كيحاولوا يقتلوها العصابه، ولكن كتفادى كلشي وكتقتلهم كاملين، وكتضرب الشيفور ديال القناع الاسود وكتنقز من الطوموبيل، والطوموبيل كتدخل في البوطو ديال الضو وكيطيح التمثال على الطوموبيل. وكتمشي هارلي بالزربه تشوف البنت، كتلقى القناع الاسود خدا البنت ومشى على الجسر، وكتدخل تقلب عليه وكتكون ضبابه بزاف وما كيبان والو، ولكن ملي كتشوفو كتخرج الفردي وكتضرب القناع الاسود. ساعه كيطلع غير التمثال وكيخرج القناع الاسود وكيهدد هارلي الا قربت غادي يقتل البنت، وهارلي كتستسلم وكتطلب البنت تسمح ليها حيت كتباغي تبيعها. وهارلي كتفاجئ ملي كتشوفها حطت القنبله في الجيم ديال القناع الاسود، وهارلي كتحرك بالزربه وكترميه في البحر وكتخلص منه وكيمشيو ياكلوا مجموعين. بالمناسبه قدروا يخرجوا بالروح من هاد المشاكل كلها، والبنت كتاكل بزاف باش تخرج الالماسه من كرشه. وكتمشي هارلي مع البنت للحمام، وريتا كتقول باللي خصهم يتعاونوا حيت كاين بزاف ديال المجرمين في المدينه، فكتوافق كيرين والنشابه حتى كيسمعوا الصوت ديال الطوموبيل، وكتكون هارلي سرقت الالماسه وهربت هي والبنت ومشاو لمحل المجوهرات وباعوهم. وكنشوفوهم ولاو مهيبين ومعاهم الضبع، كيكون ما ماتش غير كان تالف، وصحابات كيكونوا ولاو متفقين وكينظفوا المدينه من المجرمين. وهنا كيتسالى الفيلم ديالنا، نتلاقاو في فيلم جديد، تهلاو.